بصوا بالنسبة كده بقى للجزء بتاع التنجيد، انا جبت البف اهو، وجيت جبت الرول الفايبر اللي احنا قلنا عليه، وسبت من فوق مسافة كده زي ما اتفقنا، زي 5 سنتي او 10 سنتي، ومن هنا برضو كذلك اهي. ولفيت كده الرول الزيادة، طبعا قصيته لفيت لغاية ما هوصل ل ان احنا نقفلهم مع بعض، يعني بيبقوا مقفولين كده على بعض. تمام كده. ده بالنسبة للدوران. بالنسبة بقى للفوق، ده الاسفنج اللي احنا اتفقنا عليه، هنقص قطعتين، قطعة فوق وقطعة تحت اهي، قطعة فوق وقطعة تحت اهم 2. وده برضو الرول قصينا منه دايرة زي ما انتم شايفين كده، عشان هنحطها فوق تبقى تحت السفنج ده القاعدة، عشان تبقى طرية كده وايه، وتبقى مريحة في القعدة، متبقاش ناشفة. تمام. السفنج ده لو عندكم منه يعني ضعيف شوية، ممكن تحطوا 2 فوق بعض، هيبقى حلو برضو. بس اهم حاجة ما تجيبوش السفنج اللي هو الكثافة التخينة، لا، اللي هو الطري ده. وتحت بقى لما نلم هنحط كمان حتة صغيرة من دي، بس لما نيجي نلم بقى الايه الرول كله وبالشمع ونلزقه، هنشوف دلوقتي برضو. كده انا بالشمع بلزق كده، وبعد كده ابدأ ان انا الزق الجزء اللي هو السفنج. تمام اهو. ببدأ ان انا احط بقى الايه الاول الدوران اللي فوق القطعة اللي هي السفنج المدورة، الزقها كويس بالشمع. بعد كده بحط شمع تاني عشان الزق بقى الايه القطعة اللي هي الرول دي. احط بقى كده الرول فوق الاسفنج كده. تمام اهو. ده كده الدوران اللي فوق اللي هو الاساس بتاعنا، القاعدة يعني. هنبدأ بقى نقلب كده ونحط هنا شمع كده بالطول لغاية ما نلزق اللي هو الرول الدوران ده. قبل ما نحط السفنج اللي هو في الدوران، هنحط السفنج اللي هو في القاعدة تحت برضو، هنلزق الشمع كده ونبدأ نحط قطعة السفنج. ده اللي هو تحت هيبقى سفنج بس، مش زي هنا هيبقى سفنج ورول. تمام. سفنج بس لغاية ما نقفل. هنحتاج قطعة برضو رول صغيرة، بس هنشوفها برضو مع بعض واحنا بنشتغل يعني. اهو نبدأ بقى نحط السفنجة اللي فوق دي على القاعدة كده. حطيت كده السفنج اللي هو في القاعدة، نبدأ بقى نحطه كده على الجنب اهو. ده القاعدة اهي بالسفنج اللي تحتها، ونبدأ نلف الرول عليها برضو، نلزقهم بالشمع كده دوران. كده انا لفيت الرول كله من فوق اهو، وبقى بشلها هتيجي معايا وانا لما بركب البطانة، يعني لما اوقفه كده ده شكله اهو هو واقف. بالنسبة للبطانة القماش، طبعا يفضل يكون البطانة من لون الخيط اللي انا بشتغل بيه، بس لو مش متوفر ده قماش ابيض او قماش بطانة فوايت يعني. انا قصيت دايرة دوران 50 سنتي، وقصيت قماش عرض 60 او 65 في طول 140 او 150، بحيث ان البطانة تكون اكبر من مقاس البف نفسه. كمان احنا لما نجدنا او لما حطينا الفايبر بتاعنا الرول والسفنج بتاعنا المقاس زاد، فانا محتاجه ان البطانه تكون واسعه عشان تاخد معايا المقاس مظبوط. حتى لو بقت القماش واسع، لما اجي من فوق ادككه والمه هيلم معايا مظبوط، مش هيبقى مضايقني في حاجه. هخيطه، هاخد الدوران ده ابدا اخيط من البدايه كده، واخد القماش بدوران لغايه ما الف بطول 1.5 متر كلهم على الدايره. يعني الدايرة 50 هتاخد 1.40 متر او 1.50 متر دوران كده. تمام. خيطت كده الدايرة اللي هي 50 سنتي بالدوران بتاع الطول بتاع القماشة كله، بقت زي الكيس كده. هنلبسه دلوقتي قدامكم للبف بتاعنا اللي هو المتنجد. بصوا بلبس، بتبقى الدايرة على القطعة اللي هي متبطنة بالرول فايبر اللي هي القاعدة. تمام. يعني بلبس كده من هنا من فوق كده لغاية تحت اهو. شايفين كده انا لبسته الدايرة اهي تحت. تمام. وكده
الجزء اللي هو كان زيادة ده بدخل بايدي كده من جوه واحاول ان انا اتنيه لجوه كده. تمام. بصوا هنا الجزء اللي هو اللي كان في القاعدة ده، لما لمينا الكيس في حتة ظاهرة، اللي احنا لما لمينا ده كده اللي احنا قلنا هنسيبه في الاول، هنجيب حتة صغيرة كده ونيجي حاطينها برضو في النص، بحيث ان هنا يبقى فيه رول ومن هنا فيه رول، بس الدايرة دي مش قد الكبيرة اللي احنا حطيناها. تمام. نحطها كده ما بينهم كده ونلزقها برضو، وبعد كده نلم بقى الدنيا تحت اهي. هبدأ بقى من تحت. احنا خلاص القاعدة اللي هي عملناها من تحت، لبسنا الكيس ده كده اللي هي اللي بيبقى تحت، اللي بيبقى من تحت. بجيب ابرة وبسرجة واسعة كده عشان اقفل بقى الكيس بتاعي. تمام. يعني كده البوف بتاعي مقلوب، بسرج سراجة واسعة والم الكيس بتاعي كده. بصوا يعني انا عايزه اعمل سراجه واسعه، بحيث ان انا لما اخد الابره الخيط البدايه وخيط النهايه واقفلهم مع بعض يبقوا مكشكشين كده. تمام كده. انا قربت اوصل اهو للنهايه. باخد السراجه زي ما اتفقنا، سراجه واسعه، مع اخر غرزه اهي، الغرزه اللي هي البدايه، وباجي جايباهم كده الخيطين مع بعض واجي ضمه كده واضم السفنج كده من فوق اهو، واظبط الكيس بتاعي واقفله من فوق من هنا. بحاول على قد ما اقدر الم الكيس كده، وابدا بقى الم الكيس بتاعي بالخيط اللي انا خيطته في البدايه لغايه ما الغرز كلها تلم على بعض. لو القماش ده مقارب لبعضه بخيطهم مع بعض، لو واسعين شويه او في فراغ هنا باجي جايبه قطعه قماش صغيره واوصلها بيهم كلهم، بحيث ان انا اقفل الكيس كله من فوق ومن تحت اهو. بصوا لما قفلت او لما ضميت القماشه جت على اخر حاجه، لو انا حسيت زي ما قلت لكم ان في فراغ او في حته واسعه لسه هجيب لها حته قماشه مدوره واخيطها فيها، والحته اللي فاضله دي هخيطها برضو بالابره، اجمعهم كده مع بعض كده. بعد ما نجدته ولبست له البطانه وكله تمام، بنبدا بقى نكون خلصنا احنا القطعه الكروشيه، نلبس بقى القطعه اللي هي. رجعت لكم كده بعد ما ارتفعت بالسطور بالغرزه اللي احنا اتفقنا عليها. دلوقتي بقى جه دور ان انا البس القطعه الخيط دي للبوف اللي احنا نجدناه مع بعض. وبعد كده ابره التنظيف نلضمها كده وبنبدا ندكك عشان نلم البوف ده كله، برضو هنعمله معاكم. ده بالنسبه للقطعه. طيب انا ارتفعت قد ايه او طول قد ايه؟ بصوا انا البوف عندي احنا عاملينه الخشب بس 35. طبعا لما نجدناه السمك بتاع الفايبر اللي احنا حطيناه او الرول الفايبر كان 5 سنتي، السمك بتاعه 5 سنتي، كمان حطينا فرخ سفنج، فتقريبا كده هيبقى زياده، مثلا في زياده 7 سنتي او حاجه. فالطول لازم يبقى الطول بعد التنجيد، يعني انت تفضلوا ترتفعوا بعد التنجيد. انا طول البوف عندي بعد التنجيد 40 سنتي، كان 35 بالخشب، بعد ما نجدته بقى حوالي 40 سنتي. طبعا انا ارتفعت ادي المزورة، ارتفعت تقريبا برضو 38 او 39 سنتي، ولو حسيت ان هما هيبقوا كتير دلوقتي وانا بلبس البوف ممكن اشيل سطر او سطرين. تمام كده. لازم يبقى البوف مشدود معايا على التنجيد بتاعي او على البوف الخشب، ما يبقاش اللي هو ده، يعني يبقى مشدود معايا، ما يبقاش مرخي يعني. تمام. هنلبسه دلوقتي مع بعض. ده بالنسبه لي ده الوش اللي فوق اللي هو اللي احنا نجدناه ده، وده الخيط بتاعي. هنبدا كده نسمي بسم الله، وهقلب البوف كده اهو كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا البس كده اهو بسم الله. هسحب ده كله كده، هسحبه لتحت. بصوا اهو انا حسيت ان هو طويل شويه، هشده الاول وبعد كده مثلا ابقى اشيل سطر ولا حاجه.
بصوا انا لبسته اهو، بس انا حاسه ان هو من هنا عايز يتشد شويه على حسب الطول اللي انا وقفت عنده. انا زي ما قلت لكم طولت 40 سم، بس انا عايزاه يبقى مشدود، فممكن اشيل سطرين بحيث ان يبقى الطول من البدايه للنهايه مثلا 37 سم او 38، بحيث ان انا لما اشد الخيط طبعا المكرميه بيرخي معانا في الشغل لما بنشده يعني بيمط، فاحنا عايزين المطه دي هي اللي تملى البف بحاله ويبقى ايه مشدود عليه، ما يبقاش مرخي. تمام. بصوا اهو انا ملبساه كده، بس انا حاسه ان هو برضو عايز ينشد شويه. تمام كده، هو ده اللي انا بعمله اهو. انا هنزله سطر ولا حاجه، يعني هنزل مثلا السطر ده اهو. انا شلت زي ما قلت لكم السطر. تعالوا بقى نعد كده السطور اللي انا اشتغلتها. طبعا سطر الحشو بالسطر العمود، يعني هعتبر ان دول سطر واحد. احنا طبعا بنعمل سطر حشو خلف الاول، وبعد كده اللي هو السطر اللي فيه الحشو العاديه والعمود. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 سطر. تمام كده. طيب ال 16 سطر دول هيبقى طولهم كام؟ هيبقى طولهم بسم الله اهو زي ما اتفقنا 38 سنتي، بحيث انتوا ما تخلوهمش 40 بالظبط، خلوهم اقل من طول البف بعد التنجيد ب 2 3 سنتي، عشان لما نيجي نشد يبقى مشدود كويس من فوق. ده كده الوش كده. بقى هنقلبه لتحت وهنشتغل من هنا. تمام، من اللي هو من عند التقفيل من فوق. شغلي هنا اهو. هبدا اجيب ابره التنظيف اللي احنا اتفقنا عليها، وهاجي ابدا اسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم، وادكك كده. هاخد كده ادخل في غرزه واخرج من التانية، باخدها دوران لغايه ما اوصل للجزء ده. تمام. سيب فتله طويله كده عشان انا في الاخر هشد دول عقده مع بعض، وادخل في غرزه واخرج من اللي جنبها، ادخل في غرزه وادخل من اللي جنبها، وهكذا بدوران البف كله. يبقى انا كده جبتهم لبعض الفتلتين. هعمل ايه؟ هبدا اسمي كده بسم الله واسحب. بصوا بشد ده على اخر الفوق كده، واسحب الفتلتين دول بحيث ان الخيط يبقى جاي هنا على نهايه البف من فوق كده. يعني بفضل الم كده بايدي، طبعا معايا حد تاني بيساعدني عشان مش هينفع اعمل لوحدي. بلم كده البف لغايه مثلا ما اوصل بيه لغايه هنا، وابدا ان انا اشد الفتلتين دول واقفل من هنا كله بالحبل اللي انا دككته ده. تمام كده. يعني هشد كده، هحاول اسحب كمان البف على اخر كده، معايا حد كده، وبعدين اسحب الفتلتين دول مع بعض، اقفلهم على قد ما اقدر، يعني على قد ما اقدر اقفلهم كويس. هقفلهم واوريكم بقى انا قفلتهم ازاي. يبدا ان هو اهو بشد الفتلتين كده مع بعض، يبدا ان هو يضيق معايا من هنا. تمام كده اهو. شديت كده وقفلت من هنا اهو زي ما انتوا شايفين كده، وربطت الفتلتين دول مع بعض طوال زي ما هما، وهسيبهم وادخلهم جوه البف من جوه. ده شكله من بعيد. ده كده الجزء اللي فوق اللي احنا عايزين نقفله. اخر بقى حاجه عندنا اللي هي القطعه اللي هتقفل على البف بتاعي من فوق. طيب القطعه دي هتكون عباره عن ايه؟ نفس دايره البدايه اللي احنا بدأنا ب8 غرز زي ما اتفقنا. بعد كده عملنا تزايد، السطر اللي بعده عملنا تزايد وغرزة، السطر اللي بعده عملنا تزايد وغرزتين وتزايد وثلاث غرز، وهكذا. وعكسنا مكان التزايد، يعني بدأنا مرة بالفرد ومرة بالتزايد زي ما اتفقنا. يعني دايرة عادية خالص ما فيهاش اي حاجة، ولكن الاختلاف ان احنا بنخلي مرة لما بنبدأ الدور اللي فيه تزايد، السطر اللي بعده بنبدأ بالعدد الفردي. دي بدأت انها تقوس معايا، ممكن اعمل دور حشو بدون اي تزايد، يعني ده اللي بشوفه بايدي وانا شغاله. بتبقى حسب الشغل وانا ماشيه. لو حسيت ان في تقوس بعمل بقى سطر ثابت. ده بالنسبه للقطعه اللي احنا هننهي بها الشغل. طيب القطعه دي بتكون مقاسها قد ايه؟ انا بعد ما قفلت البف ببدا اعمل القطعه. بعمل ايه؟ بجيب المازوره وباخد كده من البدايه اللي هي الحته اللي فاضيه عندي دي لغايه ما اجي هنا واقيس. انا هنا تقريبا هتكون زي 35 سنتي او 36 سنتي، يعني بالمازوره. يعني هشد المازوره على اخرها واشوف الفاضل معايا قد ايه. القطعه الدايره اللي انا بعملها بتكون اقل من المقاس ده 3 سنتي من كل جنب، يعني بنزل 6 سنتي او 5 سنتي منها، بحيث ان انا لما اجي انا بركب الجزء اللي فوق ده بابره التنظيف، لما اجي اركب ما تبقاش، وليكن مثلا انا معايا القطعه اهي. بصوا انا مش عايزاها تبقى جايه كده بالظبط فوق
الجزء الفارغ اللي عندي ده او الجزء الفاضي ده مش عايزاها تبقى بالظبط عليه، لا انا عايزه يبقى مثلا انا هنا عملتها بس ما عملتش بالمقاس، يعني اشتغلت قلت لغايه ما ابدا اشتغل ابقى ايه افك الزياده. عايزه لما اجي احط القطعه دي يبقى تبقى القطعه اقل من المقاس اللي انا او الدايره اللي جوه دي، اقلب بمسافه كده مثلا كل من كل جنب 2 3 سنتي كده، ماشي اهي. انا عايزاها اقل من كده كمان. هنا كنت شغلاها بس لغايه ما اشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي او الشغل ماشي ازاي. بصوا ادي الدايره وادي الجزء اللي هو، بصوا شايفين المسافه دي تقريبا هتكون 2 او 3 سنتي اهي. انا هجيب ابره التنظيف والولاعه بتاعتي وابدا اجي اسيب فتله طويله زي 2 3 متر كده بزياده معايا، تمام. وانهي شغلي اطلع من اخر غرزه انا واقفه عندها. طلعت كده الخيط، هاجي من الغرزه اللي ورا دي وانهي برضو الغرزتي بحيث ان الغرز كلها تكون متساويه. بس انا بعمل كل مع حاجه معاكم خطوه بخطوه عشان تبقوا عارفين انا بعمل ايه بالظبط، هعمل ايه تبقى هي مشدوده معايا، تمام. هاخد كده من هنا غرزه واجي رايحه للغرز اللي هي تحت دي واسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم وابدا اشد الفتله كده او اسحب الفتله واسحب كده، تمام كده. وهخرج من الغرز اللي قصادها تحت الغرز، مش من عند الشده اللي احنا قفلناها دي او الخيط اللي احنا دككنا بيه، لا في الغرز الاساسيه. وهدخل من هنا وهدخل من تحت حرف السلسله اللي هو في الدايره ده وهخرج بيه كده، كده. وهدخل في الغرزه اللي جنبها من هنا من تحت برضو طرفين السلسله، والغرزه المقابله ليها من تحتها برضو كده، واجي سحبه الخيط اهو واسحب الخيط برضو على الاخر. ادخل من هنا من تحت واجي جايه من تحت كده، هنا طرفين السلسله اهم وهنا طرفين السلسله، ادخل من تحت من هنا ومن هنا واخرج بالابره واسحب الخيط والغرزه اللي جنبها. وبكده بدوران كامل للبف بنفس الطريقه بقفل الدايره بتاعتي. طبعا لو تلاحظوا هنا انا الدايره هنا جايباها على النهايه، هنا في مسافه اهي كبيره، المسافه الكبيره دي مع القفل غرزه قصاد كل غرزه، المسافه اللي هي ظاهره دي اللي هي الكبيره دي، لما اجي هقفل من هنا هتبصوا تلاقوا ان الدايره دي انا عايزاها تبقى مشدوده كده، مقفوله مشدوده، ما تبقاش مرخيه كده، وهو ده اللي انا عايزاه. فهبدا بقى اقفل زي ما اتفقنا كل غرزه قصادها غرزه لغايه ما انهي الشغل كله، وفي الاخر بقى هنشوف القفله هتبقى ازاي مع بعض. بصوا لما بدأت بقى ان انا اعمل القرص اللي هو فوق ده اصغر، بصوا شد معايا ازاي وبقى مظبوط ازاي، شايفين؟ خلاص فاضل كده كام غرزة وهيبقى كده بالنسبة لي انا خلصت البوف بتاعي. يعني في حاجات كده بنعملها بتخلي شغلنا مظبوط وبيفرق جدا في الشكل. عايزة اتكلم تاني في حتة الطول عشان لو ما حدش برضو خد باله من الموضوع. انا بالنسبه لي كده الطول كله 40 سنتي، وبالمزوره دلوقتي برضو هقيسه وهوريه لكم. لو عايزينه اقصر من كده هتخلوا طول الخشب نفسه اللي انتوا هتنجدوه يكون 30 مع التنجيد هيوصل ل 35 سنتي، انما انا كنت عاملاه 35 مع التنجيد وصل 40 سنتي، تمام كده. بس احنا لما قعدنا على المقاس ده وانت قاعده حاسه ان انت مرتاحه، مش الرجل مش يعني مش قاعده ان انت مثلا تبقي متضايقه ان رجلك قصيره او كده وانت قاعده، لا القعده مظبوطه على المقاس ده، تمام كده اهو كده خلاص.
كام غرزة ونوصل للنهاية. كمان الغرز يعني انا مش باخد غرزة قصاد غرزة، لا انا باخد بالتقريب كده، يعني بقفل كده شغلي بالتقريب. ممكن ادخل في غرزة مرتين، تمام، واقفل كده اهو كده، باخد بالتقريب كده. يعني مثلا ممكن الاقي ان الغرزه اللي قصادي بعيد عن الغرزه دي، فباخدهم الاتنين مع بعض، بحيث ان يعني انا اقرب شكل، ان الغرز النهايه مش زي الغرز اللي هي في القرص ده، دي طبعا اكتر. تمام. تمام كده. هاجي كده في النهايه على نفس الخيط اللي معايا اعمل عليه عقده، وبقى انهي بقى بالولع. وشكرا كده، بالنسبه لي البوف جاهز. شفتوا بقى الفرق اللي احنا عملناه او سيبناه في الاول، ان خلى القطعه مشدوده معايا اهي. بصوا شايفين في الشده دي هي اللي هتخلي البوف قاعد. تعالوا بقى نقلبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله. ادي البوف بتاعنا، شايفين ما شاء الله. بنرتفع بقى اي غرزه بوب كورن. الغرزه اللي احنا عملناها النهارده غرزه حمصه، عملناها قبل كده على القناه برضو. يعني بتنوعي في الغرز زي ما انت عايزه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك، وما تنسوش تشتركوا لو مش مشتركين في القناه، ولو في اي استفسار اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليكم. السلام عليكم.